بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده. الناس اللي هتقدم اول مره ايا كان انت هتقدم فين، خلي بالك من الشروط المطلوبه. ناس كتير دخلت سحبت الكراسه واتفاجئت بالشروط بعد ما دفعوا الرسوم بتاعه التسجيل. لقوا الشروط مش عارفوا يعملوها، فبداوا يكلموني هنعمل ايه؟ والله نفذ الشروط. يعني هنعمل ايه؟ طب ايه هي الشروط؟ قلت اعمل فيديو عشان انا لقيت الناس ايه داخله تجري على الكراسه ومش مركزين الشروط اللي نازله بتاعت الناس اللي هتقدم اول مره. خلي بالك ايه هي بقى الشروط. اول حاجه، لو حضرتك حكومه طبيعي هتجيب شهاده معتمده من الجهه بتاعتك ان انت شغال بتقبض كذا، وطبعا بتبقى مكتوب ختم النسر، فانت امرك سهل. خلاص انت موضوعك ما فيهوش مشكله. ده بالنسبه للحكومه. القطاع الخاص نفس الكلام. لو انت متامن عليك بتجيب مفرد مرتب من الشركه بتاعتك، مكتوب في مفرد مرتب البطاقه الضريبيه والسجل التجاري للشركه، ومكتوب فيها صافي الدخل كذا، ويكون متامن عليك مده لا تقل عن 6 شهور. والحكومه نفس الكلام. يعني انت لو انت في الشركه دي بقالك اقل من 6 شهور، شكرا. ونفس كلام الحكومه. ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للاثنين دول. طب نخش بقى على الاعمال الحره. ايه بقى الوضع؟ الاعمال الحره وضعه ايه؟ سيبك بقى من شهاده الدخل، من محاسب قانوني وشقلب وقلب وارفع، مفيش الكلام ده. اي مهنه حره حضرتك هتحطها في شهاده الدخل لازم تجيب مستند من الضرايب ان انت فاتح بطاقه ضريبيه للمهنه دي، ويكون عدى عليها السنه. يكون عدى عليها ايه؟ سنه. يعني البطاقه الضريبيه اللي انت عاملها يكون عدى عليها سنه ميلاديه عشان تعرف تقدم مع شهاده الدخل. يعني البطاقه الضريبيه للمهنه الحره، اي مهنه حره تكون عامل لها بطاقه ضريبيه وعدى عليها سنه. معكش المهنه الحره دي ومعكش بطاقه ضريبيه ما تقدمش، هتترفض. هتقولي بقى اصل هعمل شهاده دخل من محاسب قانوني، اصل هعمل من غير البطاقه الضريبيه او المستند اللي هم عايزينه من الضرايب، انسى. مفيش الكلام ده. طيب اصحاب المنشآت، واحد فتح مشروع، ايه المطلوب من سعادتك؟ انا بتكلم كده المهنه الحره الفرديه. طب مهنه حره كنشاط بقى، انت عامل نشاط يعني عامل منشاه او شركه او مشروع فردي صغير، ايه المطلوب من سعادتك؟ مطلوب من سعادتك بطاقه وسجل وشهاده دخل. شهاده دخل موجوده سواء المهنه الحره الفرديه او النشاط التجاري، كده كده شهاده دخل هتجيبها. بس معاها ايه؟ معاها بافاده من الضرايب ان انت فاتح البطاقه الضريبيه بتاعتك من سنه بالمهنه دي. ده لو مهنه فرديه. لو انت فاتح نشاط يبقى بطاقه وسجل مع شهاده الدخل وبرضه افاده من الضرايب. ده اللي هيقدم اول مره. فين؟ في المحافظات. احنا عارفين ان اول مره مفيش ولا مدن جديده ولا القاهره. الجيزه العياط بس. بقيه المحافظات اقاليم اوكي، مفيش مدن جديده. عايز تقدم من اي حته قدم، متاح في المحافظات تقدم من اي حته. هو مستثنين الناس من الحته دي ليه؟ عشان الاماكن اللي نازل فيها الشقق دي محدش بيقدم عليها. عشان فين؟ عشان هي في مناطق قديمه، هي داخل المحافظه، مش مدن جديده زي اكتوبر بقى وحدائق العاصمه والعبور واخميم. لا، اخميم الجديده لا، دي جوه المحافظه في حتت قديمه زي الجيزه كده مثلا في العياط مثلا. فاللي هيقدم اول مره خد بالك قوي من الشروط دي. طيب بالنسبه للمطلقات والارامل وضعهم ايه كاول مره؟ المطلقه نفقه تثبت ما انت بتاخدي نفقه، حاجه رسميه من المحكمه بقى او بنك ناصر، انت عندك نفقه حضرتك، مع لو في معاش. انت كده مش محتاجه بقى ايه ولا بطاقه ولا ايه، انت عندك نفقه ومعاش. لو معديين الحد الادنى اوكي قدمي مفيش مشكله. نفس الكلام للارامل، ما هي نفس الفكره برضه، بتاخد معاش بتاخد معاش. ده بالنسبه للارامل والمطلقات في الحته بتاعت ايه؟ بتاعت الدخل. دخلك جاي منين؟ وخلي بالكم يا جماعه من اول يعني الاعلانات اللي جايه كلها، الاعلانات اللي هتبقى جايه كلها بعد كده اللي هيقدم اول مره، اعمل حسابك من دلوقتي. مهنه حره يا باشا بطاقه ضريبيه على طول. نشاط بطاقه وسجل. مفيش حاجه مفيش حاجه بعد كده اسمها شهاده دخل بس. خلاص شكرا، الموضوع ده انتهى. اخر اعلان كان فيه الكلام ده كان سكن 5 اللي فات. شكرا. من اول دلوقتي بيطبقوها. طبعا التكميلي ملوش دعوه، التكميلي ماشي على النظام القديم، انا بتكلم على اول مره بس.
الاعلان ده، وكل اعلان بعد كده اعمل حساب في الموضوع ده، يا تامينات خاصه، يا جهه حكوميه، مهنه حره، بطاقه ضريبيه، نشاط تجاري، بطاقه وسجل، المطلقات والارامل نفقات ومعاشات، اوكي تجيبي مفيش اي مشكله خالص. واللي كان مقدم قبل كده قبل سكن 5 في اول مره اللي هو الاعلان ال 14 مثلا او الاعلان العاشر، بتجيب مع الكلام ده ما يفيد ان انت كنت مقدم وما استفدتش. دي شروط تقديم لاول مره في حياتك، اول مره تقول يا اسكان اجتماعي، ده المطلوب منك. فالناس تاخد بالها اللي هيقدموا اول مره، الموضوع مهم جدا. ولقيت ناس كتير بتسحب وتتفاجئ، تسحب وتتفاجئ. قلت اعمل فيديو بالحته دي عشان الناس كلها معكوكه، وناس كتير من اول مره عايزين يقدموا وداخلين في المحافظات عادي مش فارق معاهم. قلت اطلع اقول للناس اللي لقيت عدد كبير اللي عايز يقدم اول مره، فخلي بالك من الورق المطلوب عشان لو ما جهزتش ده وحبيت تجرب هتترفض وهتصرف على الفاضي. تحياتي ليكم، ده فيديو الاوراق المطلوبه للناس اللي هتقدم لاول مره في الاسكان الاجتماعي 7 متوسط ومحدود دخل، محافظات، اقاليم، وليس مدن جديده او القاهره. تحياتي ليكم، رب الفيديو يكون عجبكم. انتظروا فيديو تاني هتكلم فيه عن مشاكل او الاخطاء الشائعه للمنصه بتاعه منصه مصر الرقميه، عشان ناس في دربكه في بعض المشاكل هطلع اقول لكم عليها واقول لكم ايه اللي ممكن يتحل وايه اللي ممكن ما يتحلش. اشوفكم على خير.